مفيش سبب واحد يخلي راجل حقيقي يخلف وعده إلا الموت. أشهر مقولة لصالح سليم. أنا شيماء خميس ودي حكاية على الماشي. صالح سليم كان متعود يسافر لندن عشان يعمل كشف دوري على صحته، وفي سنة 1998 سافر وخد معاه حفيدته وعمل التحاليل الصبح، وكان هيستلم النتيجة الساعة 7 بالليل. فرجع البيت على الظهر وقعد مع حفيدته عشان يشوفوا هيقضوا باقي اليوم ازاي لحد ميعاد استلام التحاليل. ولأن البنت كانت أول مرة تسافر مع جدها فقال لها اللي هتقولي لي عليه هعمله. فطلبت منه طلبين، إنها تاكل في محل برجر مشهور وتدخل فيلم في السينما، بس بشرط ان جدها يكون معاها. ووعدها، بس ميعاد السينما كان 8 بالليل. فقالوا يجيبوا نتيجة التحاليل الاول وبعدين يطلعوا على السينما والمطعم. راحوا والبنت استنت في العربية وهو دخل يقابل الدكتور اللي يفاجئوا بنتيجة التحاليل وان عنده سرطان في الكبد اللي ظهر في نص مساحة الكبد تقريبا. وقال له لو محظوظين قوي يعني يبقى هنعيش لمدة 5 سنين بس، لكن خلينا نعمل اللي علينا للاخر ونبدأ خطة العلاج على طول. صالح سليم استقبل الخبر بمنتهى الهدوء، ولسه الدكتور هيشرح له خطة العلاج الفترة الجاية لقى صالح بيبص في ساعته وبيقول له وهو مبتسم ممكن نأجل الكلام عن العلاج لبكرة، أنا مرتبط بميعاد مهم جدا. فالدكتور استغرب جدا وسأله دي صحتك ميعاد إيه ده بس؟ فرد صالح سليم هروح آكل برجر وأدخل فيلم في السينما مع حفيدتي عشان وعدتها. الدكتور قال له طب والعلاج؟ رد صالح سليم وقال له أوعدك هجيلك بكرة الصبح الساعة 10 نتناقش في الموضوع ده. وما استناش رد الدكتور وخرج من العيادة ولقى حفيدته مستنياه، واول ما شافها ضحك وقال لها هو انا اتاخرت عليكي؟ وخرجوا ورجعوا البيت وهم بيدندنوا الاغنيه اللي سمعوها في الفيلم. اللي يعرف صالح سليم وقرا عنه هيعرف انه شخصيه قويه وقاسيه وحازمه جدا. في الوقت ده مراته كانت معاه في لندن، ولما روح مرضيش يقول لها على خبر مرضه عشان ما تنامش زعلانه. والصبح بدري وهم بيفطروا بلغها ونزل وراح للدكتور الصبح الساعه 10 بالظبط، لدرجه ان الدكتور استغرب لما شافه وقال له كنت مراهن نفسي انك مش راجع. اللي بيتواجهوا بحقيقة مرضهم بييأسوا وما بيرجعوش تاني. رد صالح سليم وقال له وعدت حفيدتي امبارح ووفيت، ووعدتك انت كمان اني هرجع ووفيت. في الحقيقة مفيش سبب واحد يخلي راجل حقيقي يخلف وعده الا الموت. الله يرحم صالح سليم الراجل الجدع اللي كان دايما بيوفي بوعده.